أول 10 دقايق بعد ما تصحى من النوم ممكن تضبط يومك كله أو ممكن تدمره من غير ما تحس. أول ما عينك تفتح هرمون الكورتيزول بيعلى، وده مش هرمون توتر زي ما الناس فاكرة، ده زرار التشغيل بتاع جسمك، هو اللي بيفوقك وبيشغل دماغك. في نفس الوقت هرمون الميلاتونين اللي هو هرمون النوم بيبدأ يقل واحدة واحدة، وعشان كده الإحساس بالنعاس بيروح واحدة واحدة. المخ نفسه بيخرج من وضع النوم العميق، لو صحيت فجأة تحس إنك تايه شوية، وده اسمه سليب انيبتيا، طبيعي جدا وبيختفي خلال دقايق. ضغط الدم بيبدأ يعلى تدريجي عشان الدم يوصل للمخ والعضلات، عشان كده ممنوع تقوم مفزوع من النوم، قوم على مهلك. ومستوى السكر في الدم بيعلى سنة، الجسم بيعمل كده عشان يديك طاقة تبدأ بيها اليوم. أول ما تصحى جسمك بيكون ناقص مية لأنك نايم 6 ل 8 ساعات من غير مية، عشان كده أذكى حاجة تعملها أول ما تصحى إن أنت تشرب كوباية مية. لو صحيت غلط يومك كله بيبوظ، ولو صحيت صح تركيزك وطاقة جسمك بيزيدوا من أول ساعة. السؤال بقى، أنت بتصحى صح ولا بتدمر يومك؟ اكتب في التعليقات وما تنساش اللايك والشير، والسلام عليكم.